عمري ما كنت أتخيل إن حفظ صورة ممكن يأثر في حياتي بالشكل ده. دايما كنت بسمع قد إيه سورة البقرة سورة عظيمة وإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولكن لما بدأت أحفظ فيها بالفعل كل حاجة في يومي في قلبي في تفكيري اتغيرت. الفيديو ده مش درس ديني، أنا هحكي لك تجربتي الشخصية مع سورة البقرة وإزاي قرار حفظها كان نقطة تحول حقيقية في حياتي. طب هو إيه أصلا اللي خلاني أفكر إن أبدأ في حفظها؟ كان عندي 17 سنة، كنت في تانية ثانوي. مستواي الدراسي ما كانش أحسن حاجة، كنت بلاقي صعوبة في فهم المعلومات وحفظها، وكنت لما بقعد أذاكر كنت بتشتت ومش عارف أركز حرفيا نص ساعة على بعض. درجاتي في امتحانات الدروس كانت سيئة وما كنتش بقدر أحصل في مذاكرتي عموما. كنت قلقان جدا من مستواي ده، خصوصا إني كنت في تانية ثانوي والسنة اللي بعدها هي تالتة ثانوي، اللي المفروض أذاكر فيها كويس عشان خاطر أقدر أحقق المجموع اللي أنا عايزه، عشان أخش الكلية اللي أنا عايزها وأفرح أهلي بيا. فبجد كنت يعني قلقان جدًا، يعني هو أنا بمستوايا ده هاقدر أذاكر في تالتة ثانوي؟ كان شعور صعب فعلًا يعني. وقتي، الوقت كنت باحس بيمُر بيّا بسرعة، كأن البركة مسلوبة منه، كنت بالاقي اليوم خلص وأنا لسه ما عملتش حاجة، وبقيت مش فاهم هو إزاي الوقت ده كله عدّى وأنا ما حسيتش. كنت باضيّع وقت كتير أوي فيما لا ينفع، ما كنتش مقدّر قيمة الوقت ولا كان عندي العقلية اللي تخلّيني أستغل وقتي استغلال صح في حاجات مفيدة. كان يعتبر كل المحتوى اللي باميل ليه على السوشيال ميديا محتوى غير مفيد وما بيقدّمنيش أي خطوة لقدّام. ما كنتش ملتزم بصلواتي، أيام كنت أصلي والتزم وأيام لأ، وبصراحة قلبي ما كانش متعلق بالصلاة، كنت باحس بثقل كده وأنا داخل أتوضى، كأن الصلاة دي من أصعب الحاجات اللي ممكن أعملها. طبعًا حاجة زي دي كانت محسساني بشعور وحش، هو أنا ليه باحس كده؟ أنا باسمع من الناس إن هُم لمّا بيروحوا يصلوا بيكونوا مطمئنين، بيكونوا راضيين، أنا ليه باحس بالثقل ده وأنا رايح أتوضى؟ كانت حاجة مضايقاني جدًا. على مستوى القرآن فعلاقتي بيه ما كانتش قوية، كنت حافظ شوية صور قصيرة من زمان، ما كنتش حافظ كتير وما كنتش بقرأ قرآن يوميا أو عامل لنفسي ورد، كل فين وفين أما أفتح المصحف وأقرأ. كنت دايما بحس إني متوتر وقلقان بدون سبب، مش مطمن كده. كان دايما عندي إحساس إن أنا مفيش شيء كبير حققته في حياتي أفتخر إني عملته. ففي الفترة دي حسيت إن أنا ضايع ومش قادر حتى أكون كويس في دراستي، وحياتي رايحة في طريق مبهم. بجد كنت زعلان جدا وكان نفسي أخرج من الوضع ده وحالي يتصلح. فكرت، طب أعمل إيه؟ فقُلت إن أنا محتاج أقرّب من ربنا أكتر، وأصلّي وما أسيبش فرض، وأرجع تاني أقرأ وأحفظ قرآن. فخدت عهد على نفسي إني هالتزم بالصلوات في ميعادها، وهابدأ من جديد مع القرآن. قررت إني هاحفظ قرآن من تاني، ولمّا فكرت هابدأ بإيه، قُلت أنا هابدأ بسورة البقرة، وأشوف إيه اللي هاقدر أعمله وإيه اللي هيحصل. وشيء زي إني أكون حافظ سورة البقرة شُفته إنه شيء كبير، لو اتحقق هاحس إني عملت حاجة حلوة في حياتي. وفعلًا بدأت فيها. أول أسبوعين كانوا صعبين جدًا، ما كنتش باعرف أحفظ إلا بالليل بعد ما أخلّص مذاكرة، وكنت بابقى تعبان ومتعود من قبل كده إن الوقت ده اللي هو بعد المذاكرة باقعد أرتاح وما أعملش حاجة. كان بجد نفسي أتغيّر بس كنت حاسس إن الموضوع صعب عليّا، فدعيت ربنا كتير إنه يلهمني بالصح اللي أعمله وإزاي أقدر أنتظم على الحفظ. دعيت كتير أوي، لحد ما في يوم ربنا هداني إن عشان أقدر أوفّر وقت وأقدر أحفظ محتاج أغيّر نظام نومي، وبدل ما بانام الفجر أصحى الفجر. وبدل ما بابدأ أحفظ بالليل بعد ما أخلّص كل أموري وأكون تعبان، أخلّي الحفظ هو أول حاجة بابدأ بيها اليوم بعد صلاة الفجر على طول. الموضوع ما كانش سهل وما ضبطش معايا من أول مرّة، خصوصًا إني مش متعود على النوم بدري والصحيان بدري، وكنت باحب السهر جدًا، ولكن مع ذلك ربنا قدّرني وقوّاني عليه، وأنا متأكد إن ده حصل عشان كانت النية إني أعمل حاجة تقرّبني من ربنا وتصلح لي حالي. كنت كل يوم أقعد بعد الفجر ومعايا المصحف، حتى لو حفظت آيتين بس، كنت باحس إني اتقدمت خطوة ناحية ربنا. من أول هنا بدأت أحس بتأثير سورة البقرة عليَّ، ابتديت أحس بطعم وحلاوة القرآن، وطعم وحلاوة وبركة سورة البقرة على وجه الخصوص. اكتشفت إن الحفظ مش بس تدريب للعقل، ده تدريب للقلب كمان. بدأت أحس بهدوء نفسي غريب، مفيش توتر زي الأول، الوقت بقى كله بركة. بجد حسيت إن يومي بقى كأنه يومين من أيامي اللي قبل كده. كنت باخلّص كل حاجة أنا عايز أعملها، وكان بيتبقى معايا وقت فاضي كمان. المذاكرة بقت أسهل، بقيت أفهم المعلومات وأحفظها بدون أي مشكلة. تركيزي زاد والتوتر قل جدًا، درجاتي اتضبطت، نومي بقى منظم، تفكيري بقى أوضح. العلاقة بيني وبين الصلاة اتغيرت، كنت قبل كده باستصعب الصلاة، فجأة لقيتني باروح لها وأنا كلي رضا وطمأنينة، وانتظر ميعاد الأذان وأروح أتوضى من قبله كمان. كانت بتبقى أسعد لحظاتي لمّا أخلّص أنا وأصحابي الدرس ونروح المسجد نصلّي وأأمّهم باللي حفظته، أو لمّا أصلّي لوحدي وأكون في قمة الخشوع وأنا باقرأ آيات لسه حافظها جديد من سورة البقرة. بجد كان إحساس جميل جدًا، كان أول مرّة أحسّه في صلاتي. بركتها في تغيير عقليتي وهدايتي للخير فاجأتني. بدأ يبقى كل المحتوى اللي باميل ليه على السوشيال ميديا محتوى مفيد،
تطوير ذات، كتب، دين، جيم. حسيت إني ببدأ أنفر وأبعد عن كل الحاجات اللي كانت بتضيع وقتي وبتاخد من طاقتي بدون فايدة. ببدأ أبعد عن العادات السيئة وأخلي بالي من أفعالي. حرفيا عقليتي اتغيرت وبقيت أفكر وأشوف وأحس بالأمور بطريقة مختلفة كليا. وأنا متأكد تماما إن كل اللي حصل ده والهداية دي كانت بسبب مصاحبتي لسورة البقرة وتعرضي ليها يوميا. كأن مصاحبتك ليها نور بيرشدك للخير وبيبعدك عن الشر. أنا فعلا قادر أحس بالأثر ده، لأن ما قبل التعرض لسورة البقرة الحياة كانت مختلفة. وأنا بحفظ آخر صفحة فيها أنا فاكر كنت بجد مش مصدق نفسي إني وصلت لهنا، وقمت سجدت شكر لله إنه قدرني ووفقني للوصول للنقطة دي. رحلتي في حفظ ليها غيرت حياتي، خلتني واثق في نفسي، وجعلت فيه بركة لا محدودة في وقتي وعقلي وأفكاري. وحفظها علمني الانضباط، والانضباط اللي اتعلمته انعكس على كل حاجة في حياتي، وحببتني في القرآن وساعدتني انتظم في صلاتي وانتظم في كل أمور حياتي عموما. حتى نظام نومي بسببها بقيت أحب أصحى بدري وأنام بدري. عمري ما كنت أتخيل إن علاقتي بسورة من القرآن هتجعل في كل شيء حواليا بركة بالشكل ده. فعلا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة. طيب في النهاية أنا مش شيخ ومش حد مثالي. أنا شاب عادي جدا حاسس إنه ضايع ومش ماشي في طريق الصح، فقرر إنه يبدأ خطوة لتحسين علاقته بربنا عشان خاطر يصلح له حياته. وبالفعل ربنا بارك له في الخطوة دي. لو نفسك تبدأ تحفظ أو حتى تبدأ تقرأ في سورة البقرة، ابدأ النهاردة، حتى ولو آية واحدة. صدقني ربنا هيوفقك، وممكن جدا حياتك تتغير للأحسن زي ما حصل معايا. وحتى لو قابلت مشاكل أو صعوبات في إنك تنتظم، ما توقفش. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة العنكبوت: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فصدقني إنك تنتظم في حاجة زي دي وتعقد العزم إن أنت تكمل فيها وتدعي ربنا وتطلب منه ده، فربنا هيقدرك وهيقويك وهيخليك تلتزم. في الفيديو ده حكيت لكم عن أثر سورة البقرة على حياتي. لو حد من اللي بيتفرج على الفيديو ده دلوقتي ليه تجربة أو حكاية مع سورة البقرة، أتمنى يشاركنا بيها في التعليقات. وأتمنى إن تكون تجربتي سبب في إنكم تدخلوا سورة البقرة حياتكم وتبدأوا في التعرض ليها يوميا، لأن صدقوني فعلا هتحسوا بفرق. شكرا على وقتكم الغالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.